ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ واهلا بيكم تاني في قناتي. اهلا بيكم في فيديو جديد وريفيو جديد النهارده. بناء على طلبكم، انتوا طلبتوا ريفيو عن الفاونديشن ده بتاع ريميل. انتوا طلبتوا مني ريفيو مفصل عنه، فلازم الفيديو ده يكون فيديو مفصل وريفيو مفصل. مش هطول عليكم كتير، انا اتكلمت في الفاونديشن ده في افضل 5 فاونديشنات. برضو سيب لكم اللينك لو حابين تاخدوا فكره على بقيه الفاونديشنات للبشره الدهنيه. الفاونديشن ده انا بحبه جدا للنهار او اليومي، ما بيديش المط لان ده مش تاثير مط. انا بيعجبني جدا ان هو بيقعد معايا وقت طويل، حتى لو هما مش كاتبين ان هو لونج وير او ان هو المفروض ان هو يقعد وقت طويل. بس لو انتوا استخدمتوا ال10 حيل اللي انا قلت عليهم بتاعه البشره الدهنيه، عشان انا كمان بشرتي دهنيه، هتعرفوا ازاي تخلوا الفاونديشن يقعد معاكم وقت طويل. الفكره كلها ان ده مرطب او في نسبه ترطيب عاليه جدا. انا لما بحطه بحس ان انا مش حاطه حاجه خالص، بحس ان هو طبقه خفيفه جدا على بشرتي. انا النهارده مش حاطه اي حاجه خالص على بشرتي غير المرطب بتاعي. بعد ما غسلت وشي كويس قوي وعملت التونر حطيت المرطب. السيرم ده انا عاملاه على ايديا، هحط لكم برده اللينك بتاعه لما كنتوش لسه عارفينه. هحط لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس من تحت. ده قنبله ترطيب، يعني مهما كانت بشرتك دهنيه جافه، في الشتاء بتنشف، اي حاجه هتلاقي الحل في السيرم ده. طبعا انا مش بشكر فيه عشان انا اللي عاملاه، بس عشان انا جربته وناس كتير قلت لها الوصفه فعجبها جدا، فحبيت ان انا افيدكم بيها. المهم خلينا نرجع تاني. الفاونديشن خفيف جدا على البشره، بحس ان بشرتي بتتنفس. هو اصلا يعني الترطيب بتاعه عالي، ان هو السيوله بتاعته عاليه، ما بيدينيش التأثير المط. بيحس ان هو وشي كده فيه لمعة لطيفة انا بحبها، اللي هو لمعة ومش لمعة، اللي هو منظر صحي، اللي هو بيلمع قوي دوي. عشان انا بشرتي دهنية هيبقى فيه مهرجان في وشي من اللمعان، ولا هو مطفي خالص بيضيع معالم الوش. انا بحبه قوي بالنهار، نازله مشوار، نازله كليه، شغل، اي حاجه. الفاونديشن ده حلو قوي. زي ما اتعودنا هنعمل الريفيو بتاعنا، هنعمل نص وشنا بالسبونشة ونص وشنا تاني بالفرشه، عشان خاطر اللي بتحب الفرشه تبقى شايفه تاثيره او الفينش بتاعه هيبقى شكله ازاي، واللي بتحب السبونشة هيبقى شكله ازاي. انا النهارده من نيفي هستخدم البرايمر بتاعي. هبتدي زي العادي خالص ان انا اخد البرايمر بتاعي، ميت شعري عشان خاطر تبقوا عارفين تشوفوا شويه اكتر فاونديشن شكله ايه. زي ما قلت لكم انا كده حطيت البرايمر بتاعي. بعد كده هبتدي ارجه كويس قوي. اي فاونديشن يا بنات بتستخدميه لازم ترجيه الاول قبل ما تستخدميه. هنبتدي الاول بالجزء بتاع الفرشه، الناحيه اليمين بتاعه الفرشه والناحيه الثانيه ان شاء الله تكون سبونج. هحط تحت عينيا عشان خاطر تشوفوا نسبة اخفاءه للهالات عاملة ازاي. طبعا زي ما انتوا شايفين هو باين ان هو افتح من بشرتي، بس انتوا لو خدتوا بالكم ماشي حلو قوي من رقبتي، لان انا عادة وشي بيبقى اغمق شوية من رقبتي. طالما ماشي يبقى انا كده تمام. متهيألي باين جدا الفرق، منظري مسخرة اصلا. ده الناحية بالفرشة وده الناحية من غير فرشة او من غير كريم اساس. بصوا في لمعة بس مش جامدة قوي، حلوة مقبولة. طبعا انا لسه لا ثبته ببودرة ولا عملت اي حاجة، انا بس مجرد حطيت طبقة عادية بس اداري بيها، او دي العادية اللي انا بعملها وانا نازلة. لو حابين تزودوه ده بيبقى بيلدبل، او تقدري تحطي طبقة تانية عليه لو انت عايزة كفر اعلى، بس انا عادة مش ببقى محتاجة تاني غير طبقة واحدة من الفاونديشن حتى لو انا خارجة خروجة. التغطية بتاعته حلوة. بصوا الهالات طبعا مش مداريها قوي، التغطية متوسطة زي ما قلت لكم، بس مجرد شوت كونسيلر بسيط هيداريها. بصوا انا بس هسيبكم شويه تبصوا على الفرق ما بين الناحيتين. الناحيه دي متداريه خالص، ما فيهاش اي مشكله، ما فيهاش اي لون غامق، كل البشره لونها واحد. وهنا البشره عندي شويه حمار، ده غير ان الهالات بتاعتي باينه. مسخره وانا وشي نصين كده. بعد كده هنبتدي نشوف الناحية التانية بتاعة السبونج، هنشوف شكلها ايه. ادي طبقة من الفاونديشن على وشي. ادي الفاونديشن زي ما انتوا شايفين، هو مش فاتح ولا حاجة، هو لون بشرتي بالظبط.
تخطيطه حلو. انا مش حاطه غير طبقه واحده بس قدامكم، مش حاطه اي حاجه تاني، بس حتى لو حاطه بالفرشه بحب اضغط شويه بالبيوتي بلند عشان خاطر يبقى التوزيع كله مندمج. وانا بحب قوي كمان اعيد بالفرشه عشان بتديني شويه منظر طبيعي، خصوصا لو انا نازله بالنهار او مشوار يومي، بتديني منظر حلو. ادي الفاونديشن، مش حاطه كونسيلر، مش حاطه اي بودره، مش مثبتها باي حاجه، انا مجرد بس حاطه طبقه واحده منه زي ما انتم شايفين. في لمعه بسيطه للوش، مدي منظر طبيعي خالص، مدي منظر صحي، الهيلثي لوك اللي احنا بنقول عليه اللي هو منظر صحي. انا مش عارفه اقول حاجه، انا سايباكم انتوا تاخدوا تشوفوا رايكم ايه. مداري كل العيوب، حتى الهالات الغامقه اللي تحت عينيا طبعا هو مش مداريها خالص، بس مجرد طبقه بسيطه من الكونسيلر هتوفي بالغرض. انا شايفاه حلو قوي، مناسب يومي. فنيجي بقى لاخر الفيديو، مناسب جدا يومي، حلو للبشره الدهنيه لان هو مرطب، بيبقى بيمشي مع كل البشرات، بس انا ده اللي نفع معايا. انا زي ما قلت لكم في الفيديو بتاع ال5 فاونديشنات ده، في كل الالوان هتلاقي فيه لغطاء احمر، لغطاء بيج، لغطاء لونه اورنج، في كل الانواع. انا هسيب لكم كمان الفرق ما بين الانواع تحت في الديسكريبشن بوكس، امتى تستخدمي الاحمر وامتى الاصفر الابيض وامتى البيج. النهارده احنا بس هنعمل ريفيو عن ده. هسيب لكم تحت في صندوق الوصف الحاجات بالسعر الجديد. ملخص الفيديو النهارده الريفيو عن الفاونديشن ده، زي ما انتم شايفين بيدي منظر طبيعي خالص. انا تقريبا فعلا مش حاسه ان انا حاطه اي حاجه. بعد كده هو بيلزق شويه عشان خاطر انا لسه حاطاه، لما يثبت على بشرتي بيبقى بيدي تاثير حلو قوي. لسه ما ثبتوش، ما حطيتش عليه كونسيلر او اي حاجه. هثبته، هاجي اقول لكم رايي فيها ايه. ورجعت لكم تاني بعد ما خلصت الميك اب بتاعي. انا ثبت الميك اب بتاعي وحطيت حاجات بسيطه جدا تكاد تكون مش ملحوظه، عشان خاطر النجم بتاع اليوم النهارده وبتاع الريفيو النهارده هو الفاونديشن بتاع ريميل. بيندمج معاه حلو قوي. حتى انا ما حطيتش كونسيلر تحت عينيا قوي لان حبيت برضو يبان الاغلبيه العامه الفاونديشن عشان يديكوا وجهه احسن او وجهه نظر تعرفوا تفرقوا احسن. الفاونديشن حلو قوي، بيندمج مع الحاجات بسهوله جدا. زي ما انتم شايفين مش مركن خالص في العلامات التعبيريه بتاعتي. حاسه ان وشي مترطب ناعم قوي. او عارفين لما تحطي فاونديشن وتلاقيه بينشف بشرتك، الفاونديشن ده مش بيعمل معايا كده خالص، بيديني نسبه ترطيب عاليه. انا زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت انا بشرتي دهنيه فشويه بتطلع دهون. عمري ما حسيت ان وشي بيلمع بعد ما بحط الفاونديشن ده الا بعد 6 ساعات 8 ساعات، لان دي الفتره اللي بيقعد فيها الفاونديشن معايا زي ما هو. بعد 6 ساعات تقريبا بيبتدي وشي يلمع، بيبقى فيه لمعه بسيطه، وخصوصا عند الحتت هنا. مش بلاقي مشاكل غير بعد فتره طويله. فانتي لو هتقعدي اكتر من 6 ساعات بالفاونديشن بره البيت وخايفه ان وشك يلمع منك، خدي معاكي بودره شفافه في شنطتك وابتدي ظبطي الدنيا بعد ما تحسي ان هو طلع زيوت زياده في وشك. انا عجبني اللوك النهائي بتاع الفاونديشن، ناعم قوي وخفيف على البشره، كمان سعره حلو مش غالي. اتمنى يكون الريفيو بتاع النهارده عجبكم، واتمنى تستفادوا منه. اتمنى اللي كانت لسه قلقانه تشوف هتعرف هتشتريه ولا لا، شكله ايه عليا على الطبيعه. انا بصراحه ارشحه جدا لو حابه حاجه خفيفه جدا للجامعه للشغل، نازله حتى مشوار مع صحباتك، حاجه خفيفه. انا ارشحه جدا جدا جدا. زي ما قلت لكم كل حاجه سيبها لكم في الديسكربشن بوكس، سعره ده بالنسبه اللي في مصر. يكون الريفيو بتاعنا خلص، اتمنى يكون الريفيو عجبكم، اتمنى تكونوا استفدتوا منه، واشوفكم الفيديو اللي جاي. باي.